السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بكل خير. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. النهارده معانا اكله من اننا في اخر الشهر بقى ومفلسين، ودي من الاكلات الاقتصاديه الموفره الجميله جدا السريعه البسيطه. جبت هنا حله حطيت فيها ميه علشان نغليها، عشان هنعمل كشري مصري بكل سهوله وبساطه. جبت هنا عندي الحمص ونقعته بتاع نص ساعه، وجبت عندي العدس ابو جبه برضو نقعته بتاع نص ساعه، وبعد كده حطيتهم كل واحد يتسلق لوحده في حاجه لوحدها. انا بحب يا جماعه اعمل الكشري المصري بالذات. بحب كل حاجه في حله كده، بس بصراحه بيطلع في منتهى الجمال. حطيت بقى المكرونه لما الميه كانت غلت، حطيت المكرونه، انا حاطه مكرونه بنه على مكرونه سباكيتي يتسلقوا. جبت بعد كده بقى كيلو طماطم، هنفرمها في الخلاط فرم ناعم، وبعد كده هاخدها هنسبكها. بس طبعا لما نشوف الاول هنعمل الرز بتاعنا. هنا خلاص الطماطم خلاص اتسبكت والمكرونه اتسلقت. جبت هنا عندي شعريه وهحمرها، حطيت عليها شويه زيت وهنحمرها، وبعد كده غسله طبعا كوبايه رز هنحطها فوق الشعريه. بعد ما اتحمرت الشعريه حطيت الميه بتاعت الرز، تمام، وحطيت شوية ملح، ولما المية هتغلي ننزل بالرز، وبعد كده هوطي عليه النار لحد ما يكمل سواه ويتلدن. جبت هنا عندي 3 بصلات. هنعمل ايه؟ هنعمل البصل بتاع الكشري الجميل الناعم ده. بس انا ما عملتوش جوليان، انا فرمته فرم خشن في الايه، في الكبة. لو انت بقى حابة تعمليه جوليان براحتك. هنفرمه بقى فرمة واحدة بس كده زي ما انتم شايفينه خشنة كده، وبعد كده حطيت عليه معلقة نشا ودمجته كده مع بعضه. بعد كده هنحطه على البوتاجاز ونحمره، نسيبه طب نص ساعة كده شوية، وبعد كده حطيته على البوتاجاز وحطيت شوية زيت كتار، وهنحمره لحد ما ياخد لون ايه، دهبي غامق. بعد كده الرز بتاعي كان خلاص دخل في السوا، هديت عليه النار. جبت هنا بصلايه صغيره جدا، وبعد كده 3 4 فصوص توم وقرنين فلفل، واحد بارد وواحد حامي، وفرمتهم. هنا البصل بتاعي كان خلاص خد اللون اللي انا عايزاه، شلته من على النار. هنا بقى خدت البصله تاني اللي انا فرمتها في الكبه مع شويه التوم. الطريقة دي بتخلي الكشري في حتة تانية. لو عايزة تضيفي البصلة براحتك، مش عايزة تضيفي البصلة وتستكفي بانك تشوحي التوم بس، برضو براحتك. حطيت هنا بقى بعد ما شوحت التوم مع البصلة الصغيرة اللي انا حطيتهم، حطيت الصلصة بتاعتي، وحطيت فلفل اسود، وحطيت شوية كمون، وسبتهم بقى يتسبكوا مع حلو. بعد كده بقى هنعمل الدقة. جبت هنا معلقة توم مفروم كبيرة، حطيت نص كوباية خل، اسفة، ونص كوباية مية، وحطيت فلفل اسود وحطيت شويه كمون بس. وبعد كده هحط بقى عصره ليمونه، وكده الدقه بتاعتنا تكون جاهزه. ممكن بتتعمل على البارد، وممكن بتتعمل على البوتاجاز على السخن براحتك. انا عملتها على البارد، وقلبت ودمجت كده وركنتها. بعد كده طبعا كان العدس بتاعي استوى والحمص كمان استوى. هنغرف بقى مع بعض المكرونه بتاعتنا. وطبعا عشان المكرونه تفضل مفلفله من اول حبه لاخر حبه، بعد ما بتتسلق كده وبتصفي عنها الميه، بتحط لها شويه زيت، بترشرشيهم كده وتقلبيهم عليها، بتفضل لحد اخر حبايه مكرونه بتفضل مفلفله. هنا بقى رز خلاص كمان استوى اهوت، غرفنا المكرونه وغرفنا الرز بشعريه بتاعنا. وبعد كده ادي العدس ابو جبه بألف هنا وشفا. وبعد كده الحمص بتاعنا برضو هنصفي عنه ونحطه على الوش زي ما انتم شايفين كده، بألف هنا وشفا. وصفة سهلة بسيطة، بما اننا كمان في اخر الشهر وايه، والشهر ده طويل معانا شوية كده علشان جاي علينا في رمضان وعيد وشم نسيم. فطبعا ايه، الظروف طبعا بتبقى على الكل مش احسن حاجة، فدي اكلة اقتصادية وموفرة ومشبعة وجميلة جدا، وفي نفس الوقت مغذية. بصوا البصل بقى، بسم الله ما شاء الله، مقرمش جدا. لما تضيفي له معلقه النشا بتخليه في حته تانية. وممكن لو مش حابه وعايزه تحمريه كده برضو براحتك. هنا بقى بصوا بعد ما غرفنا خدت شويه من الدقه كده، تحطي بقى على الكشري بتاعنا. بألف هنا وشفا. طريقه تحفه تحفه تحفه، بألف هنا وشفا يا رب. والله يا جماعه انا بالامانه ما كنتش بحبه الاول، لكن لما دقته مره بجد تحفه. ولما بيتعمل في البيت بيبقى بمنتهى النظافه والجمال والطعامه. بألف هنا وشفا. بالله عليكم بالله عليكم ما تنسوش تعملوا لي اللايك والشير وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، واشتراك في القناه. واشوفكم في فيديو جديد على خير، مع الف سلامه.